السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج دقيقة كورة. يا رب يا اخواتي تكونوا بخير جميعا. النهارده معانا شوية أخبار طازة، ما تمشيش عشان في حاجات هتهمك كتير وأخبار مش هتلاقيها غير هنا إن شاء الله. طبعا بعد طبعا في أنباء عن إن الزمالك بيتفاوض مع بن شرقي، بعد أشرف بن شرقي، بعد طبعا ما مشي من الزمالك. الزمالك بعد بعد خبر حل أزمة الأرصدة على حساب حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك. الزمالك بيفتح خزائنه لتعاقدات وشكلها السادسة يا زمالك. بن شرقي والزمالك كمان بيفاوض ميتلاند على استرداد إمام عاشور ولو حتى على سبيل الإعارة موسم واحد. وده الاحتراف في مصر، لعيب بيمشي منذ 6 شهور النادي بيدور عليه تاني. طب ما كان فيه فلوس، طب ليه ما رضيتوش بالفلوس؟ وهكذا. طيب، كمان تأخر حسين الشحات عن التجديد للأهلي، وحط عليها 100 علامة استفهام. وطبعا حل ازمه الارصده الحجز على ارصده الزمالك. وكمان يعني اتحاد الكره وصل لبروتوكول ما بينه وما بين الزمالك عشان في 60 مليون على الزمالك، يعني مستحقه لاتحاد الكوره. طبعا وصلوا كده البروتوكول ان قال لك الزمالك هيدفع 15 مليون كل فترة تعاقد أو فترة انتقالات، زائد الصفقات الجديدة. يعني الزمالك يدفع 15 مليون كل فترة تعاقد في الانتقالات الشتوية والصيفية، زائد قيمة الصفقات الجديدة. طبعا ويعني دي برضو حط تحتها كام خط كده عشان هنتكلم فيها بالتفصيل. الزملكاوية اللي هم من مؤيدي المؤامرة، طبعا كان في اخبار عن لاعب اسمه كوادو دوا. ده لاعب سويسري، كان يقال ان الاهلي بيفاوضه ودخل بيراميدز في المفاوضات. يورجن فون مات. طبعا ده اسم عايز كتالوج. الاسم ده وكيل لاعب كوادو دوا. طبعا كذب كل الاقاويل دي، قال لك خلاص. تعالى كده نقارن ما بين اتحاد الكوره بقى ما بين اتحاد الكوره السعودي. اتحاد جده بكل فلوس السعوديه، بكل النادي تعاقد مع بنزيما وفي كلام على كانتي، غير الفلوس الكتير اللي في السعوديه. اتحاد الكوره السعودي، اتحاد جده مهدد بالمنع من القيد. يعني الفريق او النادي تعاقد مع بنزيما، لا ممكن بنزيما اصلا ما يتأيدش. ليه بقى؟ عشان اتحاد الكوره ولجنه الاخلاق والانضباط او لجنه الانضباط والاخلاق في السعوديه، بعد شكوى لاعب اسمه عبد الرحمن الغامدي، اللاعب له مستحقات 2 مليون و400 الف ريال، كانوا مستحقين لعبد الرحمن الغامدي. يجي اتحاد الكره السعودي، ناس بروفيشنال، اصل الكره مش فلوس بس، برضه الكره انضباط. اتحاد الكره هنا بيساعد الزمالك وطبعا بالمناسبه اتحاد الكره المصري فتح فتره القيد علشان الزمالك قبل البطوله العربيه. تعال بقى نقارن ده، اتحاد الكره المصري واتحاد الكره السعودي. اتحاد الكره السعودي طبعا بيهدد اتحاد جده انه ممنوع من القيد عشان مستحقات لاعب. طبعا كان يعني المحدد لاتحاد جده انه يدفع الفلوس دي يوم 7 مايو اللي فات، ولكن ما اتدفعتش. طبعا خلال 30 يوم لو ما اتدفعش الغرامه دي او الفلوس دي، اتحاد جده سيتم منعه من القيد. يعني جبت بنزيما، جبت كانتي، جبت يا رب تجيب لوكاكو، يا رب تجيب ما اعرفش مين، كل دول مش هيلعبوا في البطوله العربيه ولا حتى في الدوري، ممنوع من القيد.
ده الفرق ما بين اتحاد الكوره المصري واتحاد الكوره السعودي. ايه هو بقى الفرق؟ انا هقول لحضرتك، ركز معايا عشان الكلام ده هو حقيقي سر النجاح. انت النهارده لما تكون في بيتك بتكون انت رقم واحد في المحاسبة. يعني انت في بيتك بتقدر تحاسب ابنك، بتحاسب بنتك الخ. ما بتستناش حد من بره يجي يعلق عليك، لان اللي بره شايف انك بتحاسب قبل ما يشتكي او قبل ما يشوف اي كومنت عليك. فانت بتحاسب اول باول، مش شايفك جوه بتطبطب وبس. بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك الزمالك لما توقف على القيد كانت عقوبه، الموسم اللي فات كانت عقوبه من الفيفا، هو اللي حاسب اتحاد الكوره، او كان حكم واجب النفاذ، التنفيذ كان واجب التنفيذ، لازم يتنفذ. فاتحاد الكوره كان خلاص اللي هو مجبر انه يعمل ده. لكن انا كاتحاد كوره مصري ما كنتش انا اللي احكم نفسي واعاقب نفسي، الناس اللي عندي او الانديه اللي عندي. بالظبط كده، خيال مآتة. اتحاد الكوره حقيقي للاسف، انا بقول الكلام ده علشان طبعا الناس اللي كانت بتتكلم بتقول لك ازاي الزمالك ما بياخدش فلوس زي الاهلي، وازاي اتحاد الكوره واقف دايما مع الاهلي ومش واقف مع الزمالك. الزمالك بيتقدم له لبن العصفور. حازم امام طلع قال لك احنا فاتحين القيد للزمالك قبل البطوله العربيه وما تقلقوش. وطبعا الزمالك مش محتاج حازم امام انه يخدمه، ده كان كلام كابتن حازم امام الاسطوره، كل الاحترام والتقدير ليه. بس حضرتك ما تجيش او اي زملكاوي ما يجيش يلالي في المؤامره والناس تقول لك الاهلي بيتجامل والزمالك يعني. انا بحمد ربنا ان على فكره ان اتحاد الكوره فتح القيد للزمالك عشان نشوف هيجيب مين ومش هيعمل في البطوله العربيه. طبعا الاتحاد السعودي بقى ما استناش عقوبه من بره، لا ما استناش عقوبه من بره، استنى نفسه هو اللي يحاسب اللي عنده قبل ما حد يتكلم. هو انت هتسمعنا الكلام من اللي بره؟ لا يا باشا، انت غلطت تاخد على عينك. هو ده الفرق. الزمالك عنده غرامات وقضايا كالجبال في الفيفا واتحاد الكره نفسه، اتحاد الكره المصري، ولكن لن نسعد الدوله. طبعا الزمالك بيتقدم له لبن العصفور في فتره من الممكن جدا ما يقومش منها بسبب اخفاقات الاداره في كرئيس نادي وكمدرب ككل وكلاعيبه وككل حاجه. طبعا هنتكلم على حته الاحتراف في مصر. امام عاشور بيمشي بعدها ب6 شهور بطلبه على سبيل الاعاره، وجايز جدا على فكره ميتلاند يستثمر في امام عاشور ويدي امام عاشور اعاره سنه للزمالك، ولكن بمبلغ كبير، ممكن يعيروه مثلا ب 2 مليون ولا 2 مليون دولار، جايز جدا. طبعا الزمالك كان بيتقال من احمد عفيفي ومن كتير زملكاويه يقول لك ايه؟ يقول لك زي ما تدي للاهلي ادي للزمالك، زي ما تدي للاهلي ادي للزمالك. الزمالك زي ما اتكلمت قبل كده، الزمالك على مدار السنين بيشتري لعيبه اكتر من الاهلي، والزمالك النهارده بيدخل في صفقات، وكالعاده ككل موسم بيدخل في صفقات كبيره وضخمه وبيقدر يخلصها. وطبعا اللاعب بيروح يشتكي اتحاد الكوره الدولي فيفا وما بياخدش فلوسه، وبيتم تسويتها بالحب مع اتحاد الكوره. اتحاد الكوره يدفع، اتحاد الكوره كان بيدفع للزمالك صفقات ومستحقات لاعبين اجانب علشان بس يحوش الفيفا عن الزمالك، ودي الحقيقه اللي الزملكاويه مش هيقدروا يعترفوا بيها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وكده الحلقه تكون انتهت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.